مبدئيا مبروك لإنبي النقطة. مفيش هارد لك لا لعيبة الأهلي ولا المدرب، بأمانة ما يستاهلوهاش أساسا. ده مبدئيا. ثانيا بقى الناس اللي هتطلع تقول لي انت بتشكر، بشكر في الراجل لما بيعمل حاجة كويسة بطلع اقول عمل حاجة كويسة، لما بيعمل مباراة كويسة بطلع اقول عمل مباراة كويسة. حتى لما بيكون سيء وبيكسب بطلع اقول ان هو سيء بس كسب. انما الراجل في مباراة البنك الاهلي مخسرنا الماتش، في مباريات الدوري كلها هو تقريبا 90% من النقط اللي ضاعت مننا هو اللي مضيعها كولر. بالتجويد والتأليف. زي ما انا قلت قبل المباراة، انت راجل عندك الراجل اللي بيلعب برجليه الشمال اللي اسمه الدبيس، البديل بتاع علي معلول يلعب تمام، ما تحطش لعيب تورطه في مكان مش مكانه. تمام. عندك عمر كمال عايز تلعبه، عندك الباك اليمين بتاعك مهلوك ومفروم، ريحه. على الرغم ان هو عمل مباراة هايلة النهارده محمد هاني، بس ريحه ولعب عمر كمال عبد الواحد اللي انت عايز تلعبه. تمام. بدون تجويد وبدون تأليف. تمام. طبعا رامي ربيعه يعني الراجل زي ما انا قلت برضو في الفيديو اللي قبل المباراه، الراجل مجهد. بتسبب في الهدف الاول، المهاجم دخل اخدها من قدامه بشكل غريب جدا. بس انا ما بتكلمش على لعيب معين بعينه، انا بتكلم على راجل مفيش اي اهتمام بمباريات الدوري، مفيش اي روح عند اللعيبه في الملعب، مفيش اي حاجه في المباراه دي او مباريات الدوري عموما اللي شفتها كلها للاهلي. ال9 مباريات اللي لعبناهم مفيش ولا مباراه فيهم باستثناء مباراه بلديه المحله، مفيش ولا مباراه فيهم الاهلي كان يستحق يكسب فيها. يعني بامانه الاهلي لعب 9 مباريات مضيع 9 بونت، 3 تعادلات وهزيمه. لك ان تتخيل فريق بيلعب ياخد الدوري، عايز ياخد الدوري، بيضيع في 9 مباريات 9 بونت. يعني على كده بقى لما تخلص مباريات الدوري هتكون مضيع 30-40 بونت. بصراحة كولر واللعيبة أداء سيء سيء، أقل ما يقال عنه إن هو سيء. تمام. حتى أداء كهربا اللي هو سجل الهدفين، أنا عارف إن في ناس هتزعل من الكلام اللي أنا بقوله، بس أنا بقول لك الصراحة من أسوأ اللعيبة في الملعب كان كهربا. أنا بشوف إن اللعيب الوحيد اللي يستاهل مني كلمة هارد لك هو طاهر محمد طاهر. تغييرات غريبة، تغييرة غريبة، مروان عطية تغييرة غريبة وملهاش أي طعم ولا لون ولا ريحة، تغييرة غريبة الشكل. أما تبقى الأهلي وإنبي بيسجل فيك هدف التعادل وأول تغييرة ليك ديفندر بتفندر عمرو السولية مكان كوكا، يبقى أنت كده بصراحة أنت بتتفرج على ماتش تاني، بتتفرج على مباراة تانية. احنا حرفيا مع احترامي لفرقة إنبي بنلعب فرقة أقسم بالله تعبانة يا قلبي، بس انت كان لازم تنزل تضغط، تلعب اجريسيف، تنهي المباراة من اولها، تلعب بتشكيل صح. حاجات كتيرة قوي 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 انت ما عملتهاش. مفيش هارد لك للاعيبة الاهلي والجهاز الفني. مليون مبروك لإنبي النقطة، عملوا مباراة هايلة، خدوا من الاهلي نقطة. يلا سلام.